قول لي بقى، عاوز ايه هدية عيد ميلادك يا حبيب ماما؟ لا يا ست الكل، ربنا يخليكي ليا. انا مش عاوز اي حاجه، انا عاوز بس سلامتك ورضاكي عني. ان شاء الله تسلم يا رب وما يحرمنيش منك ابدا يا حبيب ماما. ما ينفعش يا ابني، لازم اجيب لك حاجه. هو انا عندي كام قاسم؟ ده هو قاسم واحد بس. انا قدرت اوفر مبلغ فوق مبلغ العلاج عشان اجيب لك هديه. طب والعمليه بتاعتك يا ماما؟ انا مش عايز اعمل عمليات دلوقتي الا لما ربنا يفرجها. قول لي بقى، عاوزني اجيب لك ايه هديه؟ انا هكسر الوديعه واعمل لك العمليه. نعم. وديعتي اللي تكسر. الوديعة دي بتاعت ابننا وماما اللي عاملاها. انت عارفه يا حبيبتي ان انا عاوز ادفع قسط العربيه الاول واعمل عمليه يا ماما. قسط العربيه؟ ايوه، ما دفعتش الشهر اللي فات ودخل عليا شهر جديد. والقسط ده كام يا ابني؟ 3000 جنيه يا ماما. 3000 جنيه؟ ما يهمش يا حبيبي، ولا يهمك، ما تقلقش، ان شاء الله ربنا هيفرجها. انا هنزل اروح مشوار واجي على طول. استني بس، انت بتتوهي لما بتنزلي لوحدك، ده انت حتى ما تعرفيش غير الصيدليه. استني بس يا ماما. سيبها لله هيسترها، ما تقلقش قلتلك. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اللي نزلك لوحدك يا حاجة؟ خير، كنت اتصلت بيا وانا بعتلك اللي انت عايزاه. معلش يا ابني، ممكن تاخد العلاج ده؟ اصل انا مش عايزاه الشهر ده. ليه يا حاجة؟ ده علاج الشهر، وبعدين انت لسه طالباه. اصل النهارده عيد ميلاد قاسم ابني وانا محتاجه الفلوس. يعني عايزة ترجعي العلاج علشان عيد ميلاد ابنك؟ اعمل ايه؟ ما هو ابني الوحيد. خلي العلاج يا حاجة وخدي الفلوس اهي. لا 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 يا دكتور، شكرا. يا حاجة انت زي امي برضه وما فيهاش حاجة لما اديكي العلاج الشهر ده. اتفضلي يا ام الفلوس. كتر خيرك يا ابني، ربنا يكبر بخاطرك يا رب. شكرا يا ابني، وان شاء الله الشهر الجاي انا هاجي حسن. لا يا امي، خلي العلاج ده مني ليك الشهر ده. ربنا يكبر بخاطرك يا ابني، ربنا يكبر بخاطرك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك ايه يا حبيبي، انا بابا خلص اجازته ورايح دبي، وماما تيجي تقعد معانا بقى، مش هسيبها تقعد لوحدها. شوف امك بقى هتوديها فين. اوديها فين يعني ايه؟ ما انت عارفه ان ماما ملهاش حد غيري من بعد ما بابا الله يرحمه مات، وبعدين دي شقتها اساسا. اقول لامي ايه؟ بلاش تيجي عشان امك قاعده معانا. احنا اللي عايشين معاها، وبعدين في ايه لما امك تيجي تعيش معانا وامي موجوده؟ انت عارف ان ماما ما بطيقش امك. طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ خلاص هتصرف. لا لا خلاص هتصرف انا، بس هقول لها ايه دي؟ اي حاجه، قول لها اي حاجه. ولا عايز نسيب لك البيت واخد الواد وامشي؟ لا خلاص هتصرف انا، بس اوعي تاخدي الواد وتمشي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ماما. يا رجليا. اتفضلي يا ماما. طيب. اتفضلي ارتاحي. كنت فين يا ماما؟ اتفضل يا ابني.
ايه ده؟ دول 2000 جنيه بتوع العلاج، وفي 1000 جوه هجيبها لك. طب بقول لك يا ماما، اعملي حسابك بكره باذن الله، هاخدك معايا نتمشى شويه. بجد؟ والنبي يا ابني هتفسحني؟ ده انا يا ابني زهقت من القعده. انت طول النهار بره، ومراتك طول النهار بره، وانا قاعده لوحدي. انت عارف انا ما اتفسحتش من امتى؟ يوم ابوك ما مات هو اللي كان بيفسحني. ابني انا زهقت من القعده. ده انا نسيت شكل الشوارع، ونسيت حتى اسمائهم. مش عارفه ايه النسيان اللي جالي ده. يلا قومي نامي عشان نخرج الصبح بدري. بس اوعى منك، اوعى. انا بدعيلك والله. عارف انا في الصلاة بدعيلك واقول يا رب ما يحرمني منك ابدا. يلا. حاضر يا ابني. ايه ده يا ماما؟ انت بتعملي ايه؟ بعمل سندوتشات. امال يعني تفسحني وكمان اكلفك؟ طب ادي السندوتشات. يلا يا ماما. استنى بس، وادي ازازة المية. ايوه كده. يلا يلا. الله يكرمك يا ابني. بقول لك ايه يا ماما؟ انزلي استنيني هنا وانا هجيب حاجه واجيلك على طول. هنا؟ ايوه. طب ما تغيبش عليا، ماشي؟ ما تغيبش عليا. عليا. معلش بقى يا ابني، انا جوعت، هاكل سندوتش واحد واسيب لك التاني. اعمل ايه بس؟ انت اتاخرت عليا قوي.
الشمس قربت تموت، بقيت نبت من الأهل. يا ترى يا ابني ما جتش ليه؟ استرها يا رب يكون جراله حاجة. خليك معايا يا رب، يا رب ما تسيبنيش يا رب، يا رب يا رب أنا بسم الله الرحمن الرحيم.